مننا بيخاف يعمل الرز المعمر الحلو في البيت عشان بيطلع ناشف أو مش مستوي. بس النهاردة أنا جاية أغير فكرتك تماما. هنعمل طاجن رز معمر بالقشطة الفلاحي من غير تعقيد، بمكونات موجودة في كل بيت، والنتيجة بقى طعم خيال وقوام كريمي لا يقاوم. لو بتدوري على طريقة عمل الرز المعمر الحلوة الأصلية يبقى أنت في المكان الصح. بس ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا تعليق جميل كده زيكم. يلا بينا نعمل احلى رز معمر حلو بالقشطه هتاكلوه في حياتكم. يلا بينا. معايا 3 كوبايات ونص رز مصري، غسلته غسله كويسه جدا لما شلت النشا كله منه، وبعد كده صفيته خالص وبقى بالجمال والعظمه دي. يلا بينا دلوقتي معانا طبق، هننزل دلوقتي بالرز اللي احنا غاسلينه كويس. شايفين يا جماعه ناشف خالص ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، خطير. اجمل طعم بتاكليه من الرز المصري يا جماعه. يلا بينا دلوقتي هننزل معلقتين سمنه بلدي كده حلوين، هننزل بيهم وعليهم معلقتين زيت، وده السر بقى. وهننزل برشه ملح. معلقتين الزيت دول هيطلع معاك الرز مفلفل جدا. يلا بينا دلوقتي هندعك الرز بالسمنه البلدي بالزيت عشان يديكي نتيجه خرافيه. كده انت بتدخلي في كل حبيبات الرز، بتخليها تتغلغل كده وبتتشرب من السمنه البلدي والزيت الخطير دوت. بس يكون زيت نوعيه كويسه. قلبي بالطريقه دي كويس. شايفين يا جماعه؟ ودي خطوه مهمه انك تدعكيهم مع بعض بالطريقه دي. يلا بينا دلوقتي معايا كيلو لبن او لتر لبن، وحطيت عليه كوبايتين ونص ميه مغليه. شايفين يا جماعه شكلها عامل ازاي؟ طبعا اللبن كامل الدسم، ودي خطوه مهمه. هنزل دلوقتي بكوبايه سكر كبيره، ونبتدي نقلب بالطريقه دي لحد ما يدوب معانا خالص السكر في اللبن السخن يا جماعه، والميه السخنه مغليه جدا. قلبي بقى بالطريقه دي لحد ما تدوبي السكر خالص، ودي خطوه مهمه. شايفين يا جماعه؟ هننزل دلوقتي عليهم باتنين باكو فانيليا او باتنين ظرف فانيليا، هننزل بيهم كده، هيدينا طعم في منتهى الجمال والريحه روعه. قلبي كده بالطريقه دي. شايفين يا جماعه؟ سهل جدا وهتعمليه مش هياخد منك وقت خالص. معانا بقى صينيه في طاجن، بس في الصينيه الالومنيا افضل. هننزل بقى برده بمعلقه سمنه كده كبيره بلدي، وتبتدي تدهين الصينيه كده من تحت كده ومن الجوانب، ودي خطوه مهمه. عمر الرز ما هيلزق معاكي في الصينيه ابدا. دهين الجوانب بالطريقه ديت. شايفين؟ يلا ننزل بالرز بقى اللي احنا مفلفلينه بايه؟ بالسمنه والزيت. انزلي بقى كده بالكميه كلها، وزعيها كده في الصينيه. شايفين شكله عامل ازاي؟ هتعملي احلى طاجن والله كله هيحلف بيه. وزعنا الرز بقى في الصينيه بالشكل ده. يلا بينا دلوقتي هننزل باللبن المغلي، ولازم يكون مغلي كويس جدا يا جماعه، ودي خطوه مهمه جدا. نبتدي بقى كده نقلب كويس جدا اللبن مع الرز بالطريقة دي. يا جماعة ال3 كوبايات ونص رز خدوا معانا 7 كوبايات ونص لبن على مية. زي ما اتفقنا، عاوزة تحطي لبن خالص، بس الأفضل إن احنا بنحط كمية مية عشان الرز ما يحصولش معاكي. فعلا المية بتفتح الحبيبات الرز كده، بتديكي نتيجة في منتهى الجمال. يلا بينا دلوقتي. شايفين شكله عامل ازاي؟ هنحط بقى السر دلوقتي اللي هيخلي الطعم في منتهى الروعة، ويخلي لك وش كده كريمي، حاجه في منتهى الجمال. عندي كوبايه قشطه دي يا جماعه شايلاها في الفريزر وش اللبن. تقدري تشتري علبه قشطه من بره، مفيش اي مشكله خالص. القشطه دي يا جماعه روعه في طعم الرز المعمر. هنبتدي نوزع كده، واحنا بنوزع كده لازم توزعيها على وش الصينيه كلها. شايفين الجمال والعظمه والروعه دي؟ واحده واحده كده اهوت، هتطلعي احلى طاجن هتاكليه في حياتكم. تقدري تعمليه في طاجن، تقدري تعمليه في صينيه، مفيش اي مشكله خالص. طبعا دلوقتي انا هرفعه على البوتاجاز من فوق، هيقعد معانا حوالي 12 دقيقه، وتقلبي كده على خفيف، هيتشرب معاكي الرز الجمال والعظمه دي. وطبعا دلوقتي انا مولعه الفرن على درجه حراره 220. بعد ما انزله من على البوتاجاز هدخله الفرن. هيقعد معانا قد ايه في الفرن؟ هيقعد معانا في الفرن نص ساعه، وتشغلي الشوايه عليه. وانت مشغله الفرن من تحت شغلي الشوايه، واول ما ياخد لون اطفي الشوايه وكملي سواه من تحت. هتطلعي احلى طاجن رز معمر. شايفين يا جماعه بعد ما طلعناه من الفرن الجمال والعظمه دي؟ تقدري تغمقي الوش زي ما انت عاوزه، بس صدقيني لما تعمليه باللون دوت طعم القشطه هيبان جدا، مش هيبقى محروق معاكي. فطلعيه باللون ده. يلا بينا نقطع كده مع بعض ونشوف الجمال والعظمه دي. طريه يا جماعه وخطيره، وطعمها في منتهى الجمال، وريحتها جايبه لك من الشارع. شايفين الجمال والعظمه دي؟ يلا نقطع قطعه كده مع بعض وشوفي الجمال والعظمه. شايفين يا جماعه القطعه قد ايه؟ طلعتيها ماسكه نفسها ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. طريه من جوه وحاجه في منتهى الجمال، والرز مستوي حاجه بسم الله ما شاء الله.
اعمليها بقى كده لولادك، هيطلبوها منك على طول، ومش مكلفة يا جماعة وسهلة، ومش هتاخد منك وقت خالص ولا مجهود، هتعمليها بالظبط مش هتاخد منك نص ساعة، وقدميها كده لولادك وبالهنا والشفا. وبكده نكون عملنا عظمة. شايفين الجمال؟ وش محمر يفتح النفس، وقوام كريمي بيدوب في البق. جربوا الطريقة دي، ومستنية أشوف رأيكم في الكومنتات. وأكيد لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس، وتكتبوا لنا تعليق جميل كده زيكم. وبالهنا والشفا. استنوني في وصفة جديدة جاية، أطعم وأحلى. أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله. سلام عليكم.